السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله جايبين مع بعض هنقول لكم بقى على اسعار الروم في السوق ماشي ازاي، عمر يوم عمر 15 يوم، وهنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا رحت للراجل بتاع الفراخ. هو الروم يا جماعة عمر يوم بيبقى اقل من 50، وده عمر 15 يوم على كلام الراجل ب85 جنيه. ده ب85 جنيه. طبعا هو ايه اكله بطيء كده، هو مبيتحركش كتير، بس عاوز الصبر يعني. طبعا انا كنت بشوف حماتي بتاكله كده ايه واحده واحده كده. بصوا بقى يا جماعه، انا جبت له تحصينه. قلت للراجل انا عاوزه تحصينه للرومي الاتنين دول، اتنين بس، تحصينه للاتنين بس. طبعا هما عشان واكلين فايه مفيش اقبال على الاكل، هما هاديين كده وعاوزين حاجه تنغشهم. مستحسن لو معاهم فراخ بلدي هتنغشهم كده وايه، وهيبتدوا يتحركوا وياكلوا ويتمشوا كده. لكن هما ما بيتحركوش وما بيمشوش كتير. هما بقى يا جماعه ايه، تحسوا انهم واقفين على طول كده ما بيتحركوش. فانا بوكلهم كده في بقهم، وسلقت لهم بيضه وحطيتها لهم في ايديا كده وخليتهم ياكلوا منها. الميه اللي قدامهم ديت فيها يعني حوالي ربع حبايه ولا اقل من ربع حبايه، ودوبتها لهم في الميه، وبعدين باكلهم في بقهم وبرجع اشربهم. هما تربيتهم مملة شوية بس ما شاء الله عليهم، ان شاء الله هنلاقي منهم نتيجة كويسة ان شاء الله. هما بيعوزوا لمبة بيضة بالليل وبالنهار من غير اي حاجة خالص، بس هم عاوزين يتعزلوا عن الفراخ البيضة، ما يكونوش في نفس الأوضة اللي هم موجودين فيها عشان النفس ما يأثرش عليهم لأنهم حساسين شوية. فأنا هعزلهم في مكان تاني خالص. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.